السلام عليكم. مبدئيا كده. انا ببدي احترامي للتلاتة اللي موجودين في الصورة معايا دلوقتي، سواء زيزو او امير او محمد خليفة. التلاتة ناس محترمين جدا، التلاتة بيفهموا كورة كويس جدا، التلاتة ليهم كادرهم في السوشيال ميديا، وليهم احترامهم، وليهم جماهيرهم طبعا اللي بتعشقهم وتحبهم في السوشيال ميديا. بس انا عايز اتكلم في حاجه يا جماعه. يعني ايه منظور المناظره؟ يعني ايه اللي يخليني مثلا اقعد مع واحد سواء اهلاوي او زملكاوي او برشلوني او بيشجع ريال مدريد، وافضل اخش معاه في مناظره وانتقادات ومناقضه بيني وبينه، والموضوع يوصل لفكره ان هو شايفني ما بفهمش وانا شايفه ما بيفهمش برضه؟ يعني ايه الفكره في كده؟ طب ايه الفكره لما انا اكون عارف عن النادي اللي انا بشجعه كل حاجه؟ يعني حاجه مثلا تخص مثلا قضيه نجريرة في برشلونه مثلا، تصريحات مثلا لابورتا، تصريحات بيريز، الحقبه، احسن حقبه حصلت في برشلونه، او احسن حقبه حصلت مثلا في ريال مدريد. طب ايه المشكله لما اكون مثلا انا راجل بحب ميسي؟ ايه المشكله لما اكون بحب ميسي ومعجب بكريستيانو؟ ما هو مش شرط اكون عشان بحب ميسي اكره كريستيانو. ايه منظور المناظره اللي طلع فجاه ده، وبقى اعلاميين كبار جدا في مصر يعملوه ويحطوا اتنين قدام بعض، معلش في الكلمه، بيهلفتوا ويقلوا من بعض عشان يثبتوا ان النادي ده احسن من النادي ده، ولاعيبه النادي ده احسن من النادي ده، واسلوب النادي ده احسن من النادي ده. باشا، دي كوره، دي متعه، ده ترفيه. الكوره ما هي الا حاجه عشان ترفه بيها عن نفسك. يعني لا للعصبيه، لا للعنف، لا للتطرف، لا لاي حاجه تخص الكوره. الكوره دي احنا بنشوفها عشان نستمتع بيها، وتبقى وقت لذيذ مع اخواتنا او صحابنا او مع نفسك، انت بتعدل لك المود. فانت حب كرة القدم ايا كان بقى، بتشجع مين او لعيب مين احسن من مين، في الاول وفي الاخر دول لعيبه واصلين لمستويات انت بتشوفهم عشان تتبسط بيهم مش اكتر. فانا من منظوري هنا ايه فكره المناظره؟ برضه انا عايز اعرف ايه المناظره. يعني ايه الفكره مثلا؟ يعني اصل محمد خليفه طلع وقال لك اصل زيزو مش عارف الحقبه بتاعت روماريو ومين وريفالدو مع بعض، يعني روماريو وريفالدو حاجه زي كده تقريبا. يعني وطلع قال لك انا راجل بشجع ريال مدريد بس عارف تاريخ النادي اللي قدامي، ان روماريو ما لعبش اصلا مع ريفالدو في برشلونه، وزيزو كان عارف ان روماريو لعب مع. انا مالي يا عم؟ انا مالي؟ انا في الاول وفي الاخر انا عايز ابص على اللي بيحصل دلوقتي. انا مستواي عامل ايه دلوقتي؟ انا بحسب الماتش بماتشه. بس انا بحسب الماتش بماتشه. انا بقيم لعيبتي بناء على الماتش اللي لعبته. انا ماليش دعوه بزمان حصل ايه، او ايه المشاكل اللي حصلت زمان. انا ماليش دعوه. كان في زمان مثلا لعيبه كويسه، فانا هبدا اتكلم على اللعيبه ان هي كانت لعيبه جامده قوي. لكن في مشاكل او في احصائيات او في ارقام او الجون ده جه في الدقيقه كام، انا يا عم انا مالي الكلام ده؟ انا اشغل نفسي. انا بشوف الكوره عشان اتمتع بيها مش اكتر. بس يعني يا ريت اللي موافقني في هذا الراي ينزل يكتب لي كومنت.